حبايب قلبي، مساء الفل عليكم. معاكم اسماء من قناه ست البيت. النهارده حبيت اوريكم كده شويه مشتريات بسيطه قوي ليا. جبتهم يعني وقلت ايه اوريهم لكم. آه انا جبتهم من مكتبه بسيطه كده يعني جنبينا في المنطقه، مش مكتبه مشهوره ولا حاجه. اول حاجه انا جبت الكراسه دي، هي عاوزه اوريها لكم. الكراسه دي الكراسه دي عباره عن كراسه من ورق الكانسون اهو كده. الوانها حلوه قوي بصراحه، والورق بتاعها متين قوي. يعني مش الالوان مش اي لون وخلاص، لا الوانها بصراحه حلوه اهي جميله. فيها مجموعه يعني من الورق، هي عباره عن كراسه كده وفيها اللي هو السلك ده او التكعيبه دي. الكراسه دي انا جبتها ب12 جنيه ونص. كان في منها واحده تانية، كانت لونها ابيض بس. اللي كان لونها ابيض بس دي كانت ب4 جنيه. الكراسة دي فيها 12 ورقة، فان شاء الله باذن الله هنعمل بيها ايه حاجات مع بعض الفترة الجاية ان شاء الله. جبت كمان 3 علب البرونز ده، الوانهم حلوة برضو عجبوني. اخترت 3 الوان دول. هما كان في الوان تانية كتير قوي بس انا عجبني ال3 دول حلوين جبتهم. ال3 الوان دول الواحد بجنيه، يعني ال3 دول كده ب3 جنيه. كان في واحدة تانية اكبر منها ب2 جنيه الواحدة، بس انا عجبني ايه الالوان دي. التانية كان لونها فضي بس. جبت كمان المقص اللي هو المزجزج ده اهو، اللي بتقصي بيه الورق، بيعمل الشكل ده اللي هو عليه. يعني الورق بيبقى مزجزج بالشكل ده كده. كان في واحد تاني بيعمل شكل، يعني بدل الزجزاج ده بيبقى دوران كده صغير، بس انا حبيت برضو شكل الزجزاج ده. جبت كمان بكرتين خيط. الخيط ده صوف مصري. انا مش هعمل بيه لبس ولا حاجه، فعشان كده جبت صوف مصري، لكن طبعا الصوف المصري بيبقى خشن جدا في اللبس، يعني خشن على الجسم. فقلت بما اني مش هعمل لبس ولا حاجه، فجبت الخيط ده. البكره دي انا جبتها من مكتبه برضو ب4 جنيه. وجبت كمان بكره، متستغربوش الالوان، انا بحب الالوان المطرقعه جدا. جبت البكرتين دول كده، الواحده ب4 جنيه. والله البكره دي كانت ب2 جنيه يعني مش عارفه. جبت كمان القطر ده. القطر ده شكله، حبيت شكله خالص، يعني حسيته شكله كده ايه رقيق كده وسيمبل وجميل. ب3 جنيه. كان في واحد تاني برضو كان ب2 جنيه، بس انا حبيت الشكل ده. وكان في كمان القلم الجاف ده، انا كنت بصراحة عاوزاه، يعني بحبه جدا، خطه فظيع. اوريكم خطه حلو قوي اهو، خطه جميل بصراحة، تحفة. هو اسمه ليكويد بول، يعني ليكويد بول دي اللي هي هو سايل، يعني الانبوبة بتاعته دي سايلة ماشي. بس بصراحة خطه فظيع، يعني انا برتاح في كتابته جدا، فما كنتش لاقياه، بس الحمد لله لقيته في المكتبة دي. جبته ب2 جنيه. القلم بجنيه. جبت 2، القلم بجنيه، مع اني والله انا كنت جايبه قبل كده القلم ب2 جنيه، بس الحمد لله يعني لقيته في المكتبة دي سعره ارخص، فجبت 2. هو بيقعد فترة طويلة، كان عندي واحد منه وخلص. جبت كمان البرونز ده صمغ بلو برونز. ده ب0.5 جنيه 50 قرش، بس هو مش عاجبني يعني، بس ما لقيتش غيره بصراحة. جبت كمان الشمع ده، دول 3 شمعات، الواحدة ب1.5 جنيه ماشي. جبت منه 3. وجبت كمان مسدس الشمع ده اهو، هو جديد، جبته لسه فاتحاه يعني. المسدس ده ميد ان تايوان، هو تايواني. جاي معاه، هو معاه شمعتين، دي واحدة ودي التانية اللي هي فيه. جايين معاه هدية. لا ثواني اهم، الاتنين اللي جايين معاهم. دي واحدة من اللي انا كنت جايباهم، اللي هو الكبير ده. بس جبت الشمعة دي
جبت عفوا المسدس الشمع ده. المسدس ده ب45 جنيه، التايواني برضو ب45 جنيه، وحلو وكويس، ويعني انا جربته كويس جدا. بس كده، دي كانت شوية المشتريات اللي انا جبتهم. حبيت اوريهم لكم برضو، هم اسعارهم حلوة. حبيت اوريهم لكم لو حد هيشتري حاجة يعرف، يبقى عارف ايه الاسعار. ورق الكانسون ده انا ما لقيتش منه فرداني، فاضطريت ان انا اجيب اللي هي الكراسة دي، بس حلوة يعني، ان شاء الله هستفيد منها. مش هتخسر معايا يعني، لا هعمل منها ان شاء الله حاجات كتير. وهي دي كانت مشترياتي بسيطة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وشكرا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.